أفضل طريقة لتحضير جناحات الدجاج من دون قلي ولا شوي، طريقة سهلة ورح تعجبكم. عندي جناحات الدجاج نقعناهم بالخل والملح لمدة نص ساعة، بعدين غسلناهم وصفيناهم. بدنا نشيل طرف الجناح هيك بهالشكل. أنا عند العظمة من هون بنعمل له هيك، شايفين العظمة شلون طلعت من برا؟ بنشيل هيك بالمايل. هيك بهالشكل. هلا بنرجع كمان نعمل له هيك. هاي العظمة كمان طلعت من هون، بنقسمه لنصين. هيك بهالشكل. بالنسبة للبهارات بنحتاج أول شي ملح، فلفل أسود، قرفة ناعمة، هيل، زنجبيل مطحون، كاري، بصل بودرة، ورق غار مطحون، معلقة كبيرة من الفلفلة الحمراء الحلوة، البابريكا. عندي معلقة كبيرة من الثوم المهروس. راح أضيف عليهم عصير ليمون وشوي من زيت الزيتون. راح أخلطهم بشكل منيح ونضيفهم للدجاج. هلا بدنا نقلب المكونات كلها مع بعضها. هلا رح نزلهم بالطنجرة. بدنا نصفهم، بدنا نخلي جلدة لفوق هيك بهالشكل. هلا بنغطيهم بغطاء محكم، نرفعهم على نار خفيفة وبنتركهم لمدة نص ساعة. بعد نص ساعة بنطفي تحتهم الغاز. هلا راح اخدهم دخلهم على الفرن، نشعل الشواية بس، مجرد ما اخدوا لون بيكونوا جاهزين. هذا شكلهم وقت طلعناهم من الفرن. بعد تعبنا هذا كله ما بنستاهل لايك؟ بتمنى حبيباتي تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد من وصفاتي. بحبكن كتير، لكم مني ألف تحية. باي باي.